هناك اتصالات حثيثة ومستمرة مع الوسطاء خاصة الأشقاء في مصر وقطر من أجل الدخول في المرحلة الثانية من الاتفاق باستحقاقاته المطلوبة. الحوارات مع الأطراف المختلفة ومنها الإدارة الأمريكية كانت من أجل ضمان أن يلزم الاحتلال بتنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق حسب ما هو منصوص عليه، وهذه المرحلة لها استحقاق هي عدم العودة إلى الحرب والتعهد بذلك، وأيضا الانسحاب الكامل من أراضي قطاع غزة، وإجراء عملية تبادل بمفاتيح جديدة، لأن الفئة الثانية من الأسرى الإسرائيليين مختلفة عن الفئة الأولى. هناك اتصالات مستمرة لإلزام الاحتلال بذلك، ونأمل في قادم الأيام أن يكون هناك انفراجة في هذا المسار. قبل أيام كان هناك مفاوضات في القاهرة بالخصوص، واليوم هناك مفاوضات في الدوحة، وهناك جهد مستمر من الوسطاء. نأمل أن ينتج هذا الشيء لشعبنا الفلسطيني في الأيام القادمة.